السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نجيب الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبيبي صديقي العزيز، من امبارح بعد مباراة الأهلي، ماتش الأهلي والسيراميكا لغاية الآن أتحداك افتح أي إعلام رياضي، أي إعلام رياضي، والاستديوهات كلها شغالة على إيه؟ إن ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء. ضربة الجزاء بتاعت الأهلي، بعيدا إن أنا زملكاوي، تمام؟ هي ركلة جزاء، هي ركلة جزاء. بس في مثل مشهور قال لك إيه؟ اللي ليه ظهر ما يضربش على بطنه. بمعنى إنه الإعلام المصري كله اتقلب عشان ركلة الجزاء دي. لكن أنا هوري لك حاجة كده، تمام؟ واسيب الحكم ليك، يعني الحكم ليك أنت، تمام؟ هي أنا قلت لك إيه؟ ركلة الجزاء بتاعت الأهلي ركلة جزاء، ما حدش يقول لك إن مش ضربة جزاء. حلو، هوري لك حاجة كده بسيطة. دي برضو السنة دي بالدوري ده، تمام؟ تقريبا من 5 شهور ماتش سيراميكا كليوباترا والأهلي، تمام؟ ياسين مرعي. سؤال بس لكل الناس يا جماعه، بص يعني الكورة، بعيدا عن الانتماء خالص والله، بص هل الكورة. الكوره دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ يعني هل ايد ياسين مرعي في الوضع الطبيعي، التشريح الجسم كده، هل ايده في الوضع الطبيعي ولا مش في الوضع الطبيعي؟ وعشان برضو الناس لو في رقم غريب تمام؟ دي ياسين مرعي مع سيراميكا الدوري ده. وفي واحدة تانية على كوكا، بس قلنا تبعت كوكا ايه؟ من رجله لإيده ممكن مشكوك فيها، تمام؟ السؤال هنا، انا وريتك دي ما تفرقش عن تبعت الاهلي، تبعت ياسين مرعي ما تفرقش عن تبعت سيراميكا، هي تمام؟ نسخة بالكربون. تلك الايام نداولها بين الناس، بس هنا السؤال، هل الاعلام الرياضي كله اتقلب على ركلة الجزاء بتاعت سيراميكا دي؟ وبرضه نفس الوقت سيراميكا دي كانت باخر دقيقتين، كان مع الاهلي وباخر دقيقتين الماتش، تمام؟ والكورتين ورا بعض، كوكا وياسين مرعي، تمام؟ خلينا نركز على دي. مش ضربة جزاء زي بتاعت الاهلي. الحكم ليك انت، بعيدا عن اني زملكاوي ولا اهلاوي، تمام؟ زائد ضيف على ذلك الزمالك اتحسب عليه ركلة جزاء بكاس مصر مع سيراميكا، لا تبث لركلة الجزاء بشيء، تمام؟ وعدت عادي والدنيا جميلة. لا راح لاعب ادى حكم بالقفا، تمام؟ ولا راح مش عارف مين شتم حكم، تمام؟ اللي بيحصل بالدوري المصري ده اقسم بالله اخر قلة ادب يا جماعة. اللي حصل امبارح مع الحكم والشناوي، انت كابتن كبير يا راجل وحارس كبير، تدي الحكم بالقفا، عيب يا راجل. حد جاب سيرة انه تحدى الحكم بالقفا؟ ما حدش جاب لك سيرة الحكم، كله يقول لك انت بنيت امالك كلها على ركلة الجزاء. انت داخل تلعب ماتش كورة، انت داخل المدرب قايل لهم العبوا يا رجاله عشان تجيبوا ركلة الجزاء، فانت هتقول لي طيب ما حتى لو الاهلي ما لعبش الاهلي ياخد حقه. طب ما كان سيراميكا خد حقه بالاول. اتكلم على ركلة الجزاء سيراميكا، ما جبتوش الحكام وحللتوها ليه دي اختي لي بالظبط، دي ركلة جزاء ودي ضربة جزاء. بس ليه هنا الدنيا اتقلبت وهناك ما حدش اتكلم؟ ده بيعني ايه؟ بيعني انه الكلب مكالين. الدوري المصري الكلب مكالين،
واللي انا بتكلم غلط. ولا واحد يقول لك ايه، ما هو انت عشان زملكاوي منحاز. قسما بالله لو ضربة الجزاء دي على الزمالك لو لك ضربة جزاء. قسما بالله لو على الزمالك لو لك ضربة جزاء. بس انا برد على، انا مش اني بقول لك انه دي مش لا ضربة جزاء، بس انا وريتك اختها لسيراميكا بالدوري ده، واخر دقيقتين نفس الحاجة عايزين مرعي، وفي واحدة قبليها على كوكا. ما تحسبوش، ما تحسبوش، ما حدش يتكلم فيهم. انا النقطة دي اللي بكلمك فيها حبيبي. طول ما الكورة بتتكلم ميكالين انسى، انسى. طول ما الكورة بتتكلم ميكالين تمام، ما ينفعش، ما ينفعش. ونهاية حبيبي معلش انا يعني كلمتين كده على السريع، لان انا ايه كانوا واقفين بزوري كده خانقني كلمتين، خانقني عشان اللي حصل، والاعلام اتقلب والدنيا، والاعلام الرياضي وفين معط ركله الجزاء ومش ركله الجزاء وتحكيم وشرح. ما علينا، قلنا ركله الجزاء. لكن نهاية حبيبي بقول لك، بس حبيت اوضح لك النقطة دي تمام. ونهاية بدأ للزمالك ان شاء الله انه يعمل نتيجة طيبة مع الازداد الجزائري. ولو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك والاشتراك بالقناة. وحبيبي يا نجم.